الكل هيطلع يكلمك عن السواقة، ازاي تسوقي، ازاي تركني، ازاي تتغلبي على خوفك، ازاي تمارسي، ازاي تتعاملي مع الزحمة، ازاي تتعاملي مع الناس، مع العربيات، مع يوترنات، مع ملفات. لكن في حاجة مهمة قوي محدش ممكن يكون اتكلم عنها كتير، هي انك ازاي تتعاملي مع التأثير النفسي للناس السلبية اللي بتحبطك، اللي بتتنمر عليكي، اللي بتتريق عليكي، اللي بتشتمك او بتعرضك للإهانة وانت بتتعلمي السواقة جديد. النوعيه دي انت ممكن تقابليها من محيط اسرتك، ان ممكن حد يحبطك ويقولك لا مفيش داعي انت ما بتعرفيش، او ان حد منهم يعلمك، ممكن يبقى الزوج، الاخ، الاب، الاخت، الام، حد من اصحابك، فحد يحبطك جدا، حد يعرضك على طول لضغط نفسي وزعيق وخناق طول الحصه، فيحبطك ويخليكي حاسه ان انت لا نافعه ولا قادره تتعلمي. النوع التاني هو الناس اللي ممكن جدا تشتمك اثناء ما انت بتسوقي، تكلكسلك او تستعجلك، ده اسهل انواع الاهانه، دي سهله وبسيطه. انما النوعيه بتاعت الناس اللي بتشتم، بتاعت الناس اللي بتتريق، بتاعت الناس اللي بتحبط، في بعض الستات بتبقى متاثره قوي قوي بالحاجات دي. الإرادة عندها موجودة، هي عايزة تسوق، هي عندها استعداد، في احتياجات مهمة وملحة في حياتها إنها تسوق، ولكن في حاجات حصلت معاها أثرت عليها بشكل سلبي جدا، تعبت نفسيتها فأحبطتها فخلتها ما تكملش وما تتعلمش. أنا مش طالعة أقولك ما تخليهمش يأثروا عليكي وسيبك منهم وانتي أجمد من كده، لأن ده كلام مش عملي، ده كلام تنمية بشرية كده بنقوله عشان نهون على بعض المشاكل ونقعد نشجع في بعض. ولكن في ستات وبنات للأسف هي بتتأثر قوي ومبقاش نافع معاها كلام التشجيع، هي متعبانه، هي عندها فوبيا، هي جالها بانيك، هي طول الوقت متوتره قوي، هي طول الوقت متاثره قوي. قد ان في حد ممكن يشتمك او يهينك او يضايقك بكلمه او بتنمر، وكلمه بتطلعش من بق غير في ثانيه او ثانيتين، بس تاثيرها بتبقى عليكي سنين طويله جدا. اول حاجه انت مالكيش دعوه بيهم نهائي. كون ان انت قررتي عايزه تتعلمي حاجه، اعرفي انك هتقابلي ناس مؤيده وفي ناس معارضه. الناس المعارضين دول انا مش هقولك ما تتاثريش بيهم، لان غصب عنك انت هتتاثري، ولكن انا عايزاكي تقعدي تفكري في حياتك الحاجات اللي هي هتحصل لو انت اتعلمتي السواقه بجد. يعني فكري كده، تخيلي معايا ان انت لما تتعلمي السواقه ايه اللي هيحصل. هتبقي بحريتك اكتر، هتروحي مشاويرك اسرع، هتخلصي من هم مواصلات كتير، ممكن ترجعي متاخر شويه عادي مادام معاكي عربيتك، هتلاقي نفسك بتنجزي حاجات. وشوفي ده طبعا على حسب حياتك الشخصيه، واحده واحده ابدأيها. كلنا تعرضنا لشتيمه، كلنا تعرضنا لاهانه، كل الناس بتستعجلك. احنا عايشين في مجتمع دايما شايف ان الست هو مواطن درجه تانية، ايا كان هي بتعمل حاجات صح. في ستات كتير جدا بتسوق كويس وبتركن كويس وبتعمل كل حاجه كويس، محدش بيجيب سيرتهم، لا احنا بنجيب سيره الناس اللي ما بتعرفش